طبق سريع وبسيط ومش مكلف ويملى التانك. طبعا جبت طماطم، ربع كيلو طماطم وقطعتها تقطيع للصوص، وعندي بصلايه وفلفلايه وطماطميه وتقطيع قطع صغيره، وعندي المكرونه بين سباكيتي مرمريه، وعندي طبعا توابل فلفل اسود كزبره كمون 7 بهارات سبايسي والملح. طبعا اهم حاجه تبقى المكرونه كلها شركه واحده وتنزل بيها وما تقلقش عليها، وبعد كده تنزل بالطماطم وتتسبك شويه، نزلت بالخضار على ما الطماطم تتسبك، وبعد كده يدبل شويه نزلت بالتوابل، وبعد كده نزلت بصوص طماطم، وبعد كده يتسبك شويه اديته معلقتين من التوابل ومعلقتين من الريحان وخليته يتسبك، ونزلت بالمكرونه اللي هي نص سلقه. وبصراحه كانت تيستنج وريحه وطعم حاجه جميله جدا، وسبتها دقيقتين على النار، وبعد كده كانت ريحتها كانت جميله قوي قوي قوي. طبعا مش هضحك عليكم، نسيت اعمل تيستنج طبعا قبل اي حاجه، نسيت اعمل تيستنج للمكرونه وحبيت ان اعمل تيستنج قدامكم. اهم حاجه ما تنسوش تدعموني على قناه يوتيوب رامي سعد محجوب. اشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.